وهو ما انتهى كل الاضطهادات اللي قبل كده، واتنقلنا من عصور مماليك وعصور فاطمية اضطهدوا الأقباط، وفي الخليفة المأمون اللي منع اللغة القبطية وقتل في الأقباط، وجه السادات اللي عمل في بطركنا وعمل في أساقفتنا وسجنهم. حصل له ايه؟ عاش مكرما ومات مخرما. احنا ربنا بيدينا اثباتات. احنا اساسا حتى لو متنا او استشهدنا، مين مخلد؟ كلنا هنموت، بس بالعكس الشهيد ليه منطقة، ده الشهيد ليه منطقة فوق القديسين كمان. احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ. معكم دكتور وجيه رؤوف، ندافع عن كل انسان مظلوم مؤمنا كان او ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب المذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وجيه رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. محمد مصطفى بيقول لي الهوس عندكم وصل إنكم بتتبادلوا الاتهامات بالخيانة والعمالة. لا، ما أنا ما اتهمتش حد بالعمالة يا حاج، أنا بس بتهم المعرضين بالعمالة، فاهمني؟ المعرضين بس اللي عليهم إثباتات وأدلة. أستاذ محمد تاني مصطفى، أنا هقعد لك أنت بقى يا محمد ولا إيه؟ طيب، بيقول لي والله لو عندكم دم تبطلوا كلام عن خطف القبطيات، لان ده فيه تعريض بيكم واتهام لانفسكم في شرفكم وعرضكم. اشرف ناس احنا، واشرف بنات عندنا، وانجس ناس هم امثالكم اللي بيخطفوا القبطيات. انجس ناس يلي فخركم في زناكم. انتوا بتعارضوا ما هو واقع بالضروره. في الواقع البنات بتتخطف وبتغتصبوها يا انجاس. سنسور بيقول لي ما هو الامن زرعهم على اساس انهم عابرين ويطلعوا يتكلموا، والامن يطلع على الامم المتحده ويحلف بشرف امه ان في حريه عقيده في مصر، وعندنا لا مؤاخذه بشوي واساف بيت كل حريه. تمام، مفيش مشاكل، يعملوا ده، مفيش مشاكل. ومنهم محمد رحومة، الراجل اللي كل يوم على ايديه في ناس كتيرة تدخل المسيحية. براحتك. دكتور توماس بيقول لي شوية سفلة يا دكتور، متفق معاك. جون رينو بيقول لي التعليق تاني اللي نسيته فوق، ليه جورجيت شرقاوي بتنهار وبتستميت انها تثبت للمسيح ان المسيح فلسطيني. السفلة لا، هي طالما وصلت للنقطة دي يبقى ملعوب في أساسها. يلا خليها تطلع تعمل فيديو عليا، تنضم للنفتالين، ولا يفرق معايا الأشكال اللابواتيكس دي، ستيتس لابواتيكس. المسيح فلسطيني؟ فلسطيني ازاي؟ لما ما كانش في فلسطيني أيام المسيح. أيام المسيح لما اتولد في بيت لحم، كل المنطقة دي كانت مملكة من ممالك يهود، سواء الشمال أو الجنوب ولا كله، ولا كان في فلسطيني ولا غيره، ولا كان في عربي من أساسه. المسيح العذراء مريم اللي هي والدته من نسل الملك داود، كلهم دي ممالك يهودية. فلما هي تقول كده، لا ده تعريض من جورجيت. يا خسارة يا جورجيت. انا اسف ان اذا كنت انا نسيت التعليق قبل كده، انا معلش عشان بتابع الشاشه، ممكن فعلا يضيع مني تعليق، انا اسف جدا. طيب، كريستين بستروس بتقول لي انت بطل، انا عايزه اعرف نهايه خطف القبطيات ايه، امتى تنتهي؟ وهو ما انتهى كل الاضطهادات اللي قبل كده، واتنقلنا من عصور مماليك وعصور فاطميه اضطهدوا الأقباط،
وفي الخليفة المأمون اللي منع اللغة القبطية وقتل في الأقباط. وجه السادات اللي عمل في بطركنا وعمل في أساقفتنا وسجنهم، حصل له إيه؟ عاش مكرما ومات مخرما. احنا ربنا بيدينا إثباتات. احنا أساسا حتى لو متنا أو استشهدنا، مين مخلد؟ كلنا هنموت، بس بالعكس الشهيد ليه منطقة، ده الشهيد ليه منطقة فوق القديسين كمان. فكلنا هنموت، لكن انت أنا يستجيب. ربنا بيدينا علامات على مدار التاريخ انه مش هيسيبنا. هتنتهي يا كريستين، هتنتهي، كله هينتهي. استاذ اساف نور بيقول لي شكرا دكتور وجيه لرايك، وانا مش برد على اي اتهام من النوعيات دي، لاني بقدر كل عطيه، لاني بقدر كل عقليه وبلتسم لهم العذر. معلش انا افتكرتك خرجت من البث، اتريك موجود ومتابع استاذ اساف. لا شكر على واجب. انا بقول رايي اللي انا مقتنع بيه على فكره. يعني انا مش من السهل جدا، مش من النوع اللي هو اجري على ما في اللي حاول. يعني في ناس حاولت تضرب لي في ناس تانية، يعني كتير غيرك يا اساف، ناس تانية كتير قوي. بس انا مش من النوع اللي هو اي كلمه تتقال اروح اجري عليها، يعني لا. تحياتي ليك، كل سنه وانت طيب. استاذ منصور مقار بيقول لي نيفين جرجس عندها ملف في الاداب. بيقولوا بس بعد اللي بتعمله ده الكتير قوي ده، الدفاع المستميت ده، لا ملف ايه ده، اكيد كتالوج. ماستر اكس، كلام حضرتك صح. حساب الاساوسه والمطارنه عسير جدا في الاخره. لا يرحموا مسكين لجأ اليهم يتوسل، ولكن ملعون من يتكل على ذراع بشر. الوقوع في يد الله خيرا من الوقوع في يد قسيس او اسقف او مطران. انا متفق معاك، ربنا كبير. كريستين بستروس بتقول لي موت البابا شنودة كان بداية اوجاع الاقباط. ده حقيقي، ربنا يرحمنا ويفيدنا ببركات البابا شنودة. جون رينا بيقول لي مش هنسكت غير لما تعلق على جورجيت شرقاوي فلسطينية وبدها تثبت ان المسيح فلسطيني، وكمان بتعمل فتنة بين الطوائف المسيحية، ولازم نعمل حلقة عليهم. اعمل حلقة على جورجيت، ما تستاهلش يا حبيبي. ما انا قلت المسيح يهودي واهله يهود. هي عايزة تلغي ده هي بتلغي الانجيل وضد تعاليم الانجيل. انما انا مش هعمل حلقة عشان نرد على عميل الدولة او عميلة امن دولة واطية. رب صالح بيقول لي يا دكتور وجيه انا بحس من نيفين جرجس انهم مستسلمين. ده احساسي، مش عارف رب صالح بيقول لي يا دكتور وجيه انا بحس من نيفين جرجس انهم مسلمين. ده احساسي، مش عارف، مستحيل يكون مسيحيين. شوف، هما ممكن زي ما بتقول يكونوا مسلمين، في ناس كتير قالت عليهم كده يعني، بس ممكن يكونوا مسيحيين مضغوطين، ممسوك عليهم حاجة. ممكن جدا الدولة تقدر تمسك عليهم يعني، زي ما بيمسكوا على اي حد يعني. مش لازم اقول ايه التفاصيل يعني، بس وارد جدا طبعا. لكن تصرفاتهم اللي انا شايفها مش تصرفات مسيحية. ولا جوزها الدهل ده، جوزها الدهل اللي بيتكلم على الكيان هيدوك 200 جنيه في الاخر. كيان. ماري نبيه، مساء الخير يا دكتور وجيه، كل سنه وحضرتك طيب وبخير، ربنا يبارك حياتك وانت طيبه وبخير. مينا ثابت، ارسلت لك صور نادره جدا يا دكتور وجيه على الفيس عن شجره العابد بجبل الطير بسمنلوط المنيا التي سيحدث المسيح، التي شجرة سجدت للمسيح وتم قطعها في 25 يناير 2001. سمعت عن الشجرة دي اللي سجدت للمسيح. هتبعت لي صورتها يا ريت عشان نبقى نعرضها في حلقة. شكرا يا مينا. جابر جاربيتا
لا لا لا، جاربيتا 66. كل سنه وانت طيب. قريبا سيلفانا هتجيب راس السيسي، امين. امين يا رب. طيب. زوزة الذهب تقول لي سلام المسيح ليك يا دكتور وجيه. اهلا وسهلا دكتور وجيه، ربنا يبارك خدمتك وحياتك، استمر، ربنا يقويك ويحافظ عليك، امين. شكرا ليك يا استاذ. تاموتا بانورا دكتور وجيه، بيستفيدوا ايه لما يخطفوا البنات ويرجعوهم بعد كده؟ وساخه وقله ادب، كسر لنفسيه الاقباط، مزيد من الاضطهاد. فاكرين ان ربنا بيرضى بنجاستهم. هم فاكرين انهم بيرضوا رب يرضى بالحاجات دي والنجاسه دي. هي دي اعمال انسان؟ دي اعمال اولاد الشيطان. انا يعني اعتقد ان انا طولت، يعني 3 ساعات كتير قوي، الناس هتمل مني ومش هتحضر لي بعد كده. فانا بقول لكم انا متشكر جدا جدا، واي تعليقات برضو هجاوب عليها في التعليقات تحت الفيديو يعني. فاحبائي كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام بخير. سنسور بيقول لي ملاحظ حملاتك فير للمسيحيين وانت بشكل غير معقول، النظام هو اللي محركها. ملاحظ حملات ضدك من غير المسيحيين السنه دي زادت قوي بشكل غير معقول، النظام هو اللي محركها. انا متفق معاك يا سنسور، في دي متفق معاك. سلوى صليب بتقول لي طيب الدوله هتستفيد ايه من انكارها لتقدم القدماء المصريين واخفاء الحقائق؟ الدوله هتستفاد، معلش ما حدش يكتب تعليقات تاني، مش هقدر اجاوب، لانهم بيسرقوا الحاجات دي، بيسرقوا المعابد وبيسرقوا الوديان دي، وبياخدوا الذهب اللي فيها ويهربوه. فمش عايزين حد يدخل على الاماكن دي لغايه ما يفرغوها. بعد كام سنه بقى يدوها لك فاضيه بالحيطان بس، يكونوا فرغوها من التماثيل، من الذهب اللي فيها، من الحاجات المهمه اللي فيها. جالا شكرا دكتور، كانت حلقه رائعه، ربنا يبارك حياتك. اشكركم احبائي من قناه الصوت الصارخ، ارسل لكم محبتي وقبلاتي. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعل 2026 سنه خير على مصر كلها، سنه خير على المسلمين والمسيحيين وكل شعب مصر، سنه خير على الناس المسالمين مش الارهابيين. ربنا كبير، ربنا يحفظكم. من قناه الصوت الصارخ ارسل لكم محبتي وقبلاتي، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. دمتم في سلامه الله. مع السلامه، دكتور وجيه رؤوف، مع السلامه. والنبي ادونا شويه لايكات، ده ببلاش مش بفلوس. اعملوا حاجه حتى